السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. وحشني التصوير معاكم، وحشتني الوصفات اعملها معاكم. اول وصفة بقى رجعت بيها هي وصفة من عند ماما. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ونشوف احنا عملنا ايه وماما عملت ايه. ماما كانت انا كنت عندها يوم الخميس بعد ما جيت طبعا من السفر، من المصيف يعني. فكانت بقى ايه جايبه بتنجان وقالت لي تعالي انا اقولك بقى بتخزن ازاي. هي على طول بتخزنه وانا باخده منها، وكنت يعني على طول بسالها هي ماما بتخزن ازاي. فهي قالت لي بقى في مره انا هقول لك وانت قاعده جنبي، فبقى ايه شاءت الاقدار ان هي تقول وانا قاعده معاكم. ماما جت جايبه البتنجان ده اللي هو خد وخد ده. هي بتحبه قوي وليه مواسم بقى كده في السنه طبعا احنا عارفين. فهي كانت على طول بتقوره وبعد كده بتحطه في الطبق اللي هو الموف ده. حطت فيه ربع كوبايه خل ومليته ميه كده وبقت تسقط فيه البتنجان اللي بتقوره. طبعا هنا دخلت ساعدتها اختي الصغيره ياسمينه، دخلت تساعدها، لكن انا ماليش في التقوير، مش بعرف اقور يعني، ايديا ما بتقدرش تتحكم في التقوير قوي. ماما ساعدتها بقى وكده. حطينا طبعا البتنجان في الميه. هقول لكم بقى فايده الخل اللي احنا حطيناه دلوقتي ده ايه. وبعد كده سبته شويه صغيرين، وبعد كده قلت بقى اصفيه، انا اللي بصفيه بقى كده، وبروح قلباه على وشه كده عشان يصفي ميته كويس جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده. طبعا شايفين شكل ايدي طبعا اتدمر خالص من الميه والرمله وكده، وجت لها حساسيه رهيبه. الحمد لله يعني. بصوا بقى هنا الماء، شفت الخل بقى عمل ايه؟ طلع كل السمار اللي موجود في البتنجانه من جوه، خلاها بيضه قشطه خالص من جوه. وهوريكم دلوقتي حتى بعد ما تتشوح هتبقى عامله ازاي. هنا بقى ماما قامت هي بقى اللي تقولي تعمل ازاي، انا كنت بصورها. هي حطت حبه زيت مش كتير خالص، هي كان غرضها ان هي الزيت يسخن وتنزل تقلب البتنجان كده. يعني ايه، بصوا الرصه اللي محطوطه دي خدت دقيقه بالظبط. بصوا ايديها ما سابتهاش كده، كل شويه تقلبها يمين شمال كده، وكل الجوانب تطول الزيت. طبعا انا قلت لها حطي زيت كتير، قالت لي لا هي مش محتاجه زيت كتير، يعني حاجه مش مستاهله يعني، هو تشويح بس كده يعني، مش آلية يعني. طبعا هي كانت بتوريكم كده بالشوكه ان هو ابيض خالص من جوه. هوريكم كمان بعد كمان ما يتحمر وياخد لون ويدبل كمان زي ما انتم شايفين كده. يعني ايه، مش ياخد لون طبعا تحمير، لا ياخد لون ان هو اتصدم يعني في الحاجه سخنه. يا دوبك هو دقيقه واحده بس وراحت مصفيه. طبعا انا كنت خايفه عليها قوي بتقلب البتنجانيه كده، بس هي مش بتعرف تتعامل باي يعني باي مغرفه او اي حاجه يعني تطلع بيها مقصوصه او حاجه، تحب تتعامل بالشوكه كده. حطت الرصه التانية. بصوا برضو ايديها ما بتسيبهاش، تفضل تقلبها كل شويه يمين شمال كده. ربنا يديها الصحه يا رب وطولة العمر، تفضل تعمل لنا كده يا رب. تحب هي قوي الحاجات دي كده، وتحب كمان ايه، لا مش تحب بس تحب وتعالي خدي يعني، تحب قوي. والله يا ماما، يا ماما انت تعبانه مش لازم انا اخد، تقولي لا انا بحب اعمل وانت تيجي تاخده. ربنا يديها الصحه يا رب هي وبابا، يا رب يطرح لي فيهم البركه. بصوا ايديها ما سابتهمش ازاي، تفضل تقلبها يمين شمال كده على طول. طبعا انا باخده منها وبحشيه بيبقى يجنن بصراحه، حتى لو ايه بيقعد من سنه لسنه في التلاجة. بصوا بقى هنا خلصت الكميه كلها، شوفوا من جوه عامل ازاي، ما اسمرش خالص خالص خالص، شايفينه باين عليه خالص ان هو ابيض من جوه اهو. سبته بقى خالص يهدى خالص خالص. طبعا انا حطينا على ورقه لان لقيت المناديل عندها خلصت، فجبنا ورقه بيضه كده وحطينا عليها، مفيش مشاكل يعني. لو في مناديل كانت تبقى احسن يعني. هنا بعد ما هديت خالص، كان عندها هي علب اللي بتاعت التلاجة دي كده. يعني رحت حاطه لها كيس بلاستيك تحت، طبعا هي بارده خالص، وبقيت ارص بين الرق والتاني كده بلاستيك وايه واحطه كده زي ما انتم شايفين كده. طبعا احنا متفقين ان احنا ماما بتعمل كميات صغيره، لان هي يعني ما بتقدرش تعمل كميات كبيره، فبتخزن كده على قدها حاجه حاجه. اه صحيح التخزين عندها بيبقى يعني عندها كميات بعد كده، بس كل مره بتجيب حاجات صغيره لان لما بيبقى كتير عليها ما بتقدرش. دي الكميه كلها اللي هي عملتها، وطبعا هتجيب تاني طبعا وتعمل مع نفسها. بصوا ابيض ازاي. وبعد كده بقى تحطه في الفريزر، بيقعد من السنه للسنه حرفيا. بسم الله ما شاء الله عليها يعني في تخزينه يعني.
بس كده بقى، وهنحطه كده في الفريزر. طبعا انا كنت بدور لها على مكان، بس الحمد لله اتحط يعني. وبكده يكون الفيديو النهارده خلص، وتخزين ماما في البتنجان يا رب يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدوسي لايك، تشتركي في القناه وتشجعيني. باي باي، هتوحشوني. باي.